مرحبا يا حلوين، كيفكن؟ من أرشيف ذكرياتي الغالية حبيت شارك معكم لقطات تجهيز حقيبة المشفى لبنتي ميرلا قبل ما تشرف. تعالوا نشوف شو أخذت معي للأم وللبيبي. مثل ما عم تشوفوا هون هي الشنطة اللي كنت عطيتها للممرضة وقتها بعد ما غيروا لبنتي ويحمموها وهيك مشان يلبسوها التياب اللي عطيتهم إياها. كنت حطيت بطانية خفيفة، طقم كامل يعني من قميص وبنطلون وجرابات وكل شي، وقميصين داخليين، واحد بكمام قصيرة وواحد بكمام طويلة لأنه وقتها الجو كان شوي بارد. وحطيت غطا لتغيير الحفاضات وحفاض ومناديل مبللة، مع إنه ما احتاجوهم المناديل المبللة وغطا الحفاضات، بس إنه أنا حطيتهم كاحتياط. وهون كمان مثل ما عم تشوفوا هاي الشنطة كانت للملابس والشغلات الضرورية، يعني إنه مشان بعدين لما إذا ضليت أكتر من يومين أو هيك مشان غير لها وكذا بكون عندي يعني زيادة، فباخد زيادة أحسن ما بيكون ناقصني. فأخدت لها 3 طقومة خفاف، وأخدت لها شو اسمه بطانيتين، وأخدت طقم سميك لأنه الجو مثل ما قلت لكم كان بارد لأنه كنا بالشهر 11. وأخدت لها قمصان داخلية وفيزونات داخلية ومريلات وجرابات. كمان بهاي الشنطة حطيت الأغراض اللي بدي أحتاجها من رضاعة ولهاية بعلبتها، وحطيت لها مقياس الحرارة وشفاط الأنف والشغلات اللي بحتاجها كلياتها. في شغلات احتجتها وفي شغلات ما احتجتها أخدتها زيادة، بس يعني إنه قلت أحسن باخد شغلات زيادة وما بكون ينقصني شي. فهمتوا علي كيف؟ فأخدت كل هدول. وهلأ كمان بتشوفوا الشنطة اللي حطيت فيها الأغراض الزايدة. ليك هاي هي الشنطة حطيت فيها حفوضات، حطيت فيها غطا للحفوضات وكيس قطن ومناديل مبللة وبودرة أطفال مع إنه ما احتجتها، وأهم شي كان كريم الطفح الجلدي لأنه أهم شي هاد هو. وهيك بكون أخدت كل شي احتجته. صبايا أمهات اكتبولي بالتعليقات إذا في شي نسيتوا، وبتنوروني بالاشتراك بالقناة لتكبر عيلتنا الحلوة. سلام.